عشان نعمل الفطاير دي على شكل القلب بعجينة سهلة جدا ومكوناتها كلها في البيت. عجينة قطنية تحفة. موادها بسيطة جدا. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجة هجيب 500 ملي من اللبن او الحليب دافي طبعا. هحط عليه معلقتين من السكر وهقلب السكر كويس جدا لغاية ما يدوب. بعد كده بقى باكت الخميرة بتاعي. هقلبه كويس جدا وبعد كده هحط 2 معلقة من الدقيق. هقلب كويس قوي قوي وهسيبها لغاية ما تخمر على جنب. ده شكل لما السائل عندي اتخمر بقى بالمنظر ده. انا عايزاه سبته من 20 دقيقة ل30 دقيقة. حطيت بقى بيضتين، زيت وفانيليا وكمان ملح، رشة ملح. قلبته كويس قوي قوي وسبته على جنب. جيت بقى بكيلو دقيق منخول مرتين. الدقيق بتاعي لجميع الاستعمالات. نخلته مرتين. هحط عليه معلقتين كبار بيكنج باودر، معلقة بيكنج باودر ومعلقتين حليب باودر. هحط عليه السائل اللي انا عملته وهقلبه كويس جدا وبعد كده هعجن بايدي ربع ساعة، ولو في المكنة 10 دقايق، مش اقل من كده. علشان تدينا نتيجة احسن العجينة لازم تتخدم كويس جدا في العجن. برش حبة كده عشان لسه بتلزق. وبعد كده زي ما قلتلكوا هعجنها ربع ساعة عشان انا بعجن على ايدي. بعد كده بقى هجيب بولة وهدهنها بالزيت كده، وبعد كده الوش بتاعي هدهنه بالزيت وهغطيها وهخليها تخمر لمدة ساعة. مش اقل من كده لغاية ما تخمر خالص. لو في مكان ساقع يبقى اكتر من كده. هسيبها بقى في مكان دافي وكده. لما خمرت العجينة معايا زي ما انتم شايفين ما شاء الله، عجينة هشة جدا تنفع معايا لكل المعجنات. كده هبتدي بقى اقطع كور على قد ما اقدر متساوية. هي عملت معايا زي 20 قطعة تقريبا يعني. بعد كده بقى هتخمر شوية 10 دقايق وبعد كده اشتغل اول كورة عملتها. هبططها كده وبعدين هفردها معايا زي دايرة. بعد كده زي ما عملتها دايرة هدهنها بقى. هجيب زبدة سايحة وسكر عادي بتاعنا. هدهن السطح من الزبدة زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هرش سكر. يعني لكل دايرة هحط كده زبدة وهحط معلقة بايديا كده همسكها وارششها تقريبا زي مقدار معلقة صغيرة من السكر. ممكن اضيف اضافات تانية. ممكن اضيف كمان قرفة عشان تدينا طعم. بس يعني اللي ممكن نعمله بعد كده بقى بجيب طرف الدايرة من تحت كده زي ما انتم شايفين وببرم لغاية ما بطلع فوق. وببرم بالراحة على الضيق وبقفل زي ما انتم شايفين كده. خدوا بالكم الطريقة دي مهمة جدا. ان انا باجي الف كويس لغاية ما اوصل للاخر وبعدين اثبت الحروف الاخيرة دي بعملها كده في بعض. وبعد كده بقى ايه ابرمها كده تاني برمة صغيرة. انا مش عايزاها تبقى كبيرة يعني برمة بس نحس كده. هتنيهم بقى على بعض. الطرفين هتني زي ما انتم شايفين كده الطرفين على بعض. بعد كده بقى هجيب مش هخليهم كده زي بعض. هجيب السكينة وهقطع بس مش للآخر. هقطع كده زي ما انتم شايفين كده بالراحة كده لغاية ما يتقطع. وبعد كده هقلب الطرفين هيدوني شكل القلب زي ما انتم شايفين كده. عايزة اقول لكم الشكل زي ما شفتوه بعد ما خلص كان شكله تحفة. والحجم ده اصلا تضاعف. ممكن تقللوا كمان من الحجم. هدهنها بقى زبدة وهدخلها الفرن. ممكن تدهنوها صفار بيض بس انا حبيت انه يبقى زبدة بس. طلعت من الفرن ودهنتها زبدة تاني اول ما طلعت وهي سخنة. وبعد كده رشيت عليها سكر البودرة. وبالهنا والشفا. بجد وصفة هتعجبكم جدا. جربوها وقولوا لي في الكومنتات. متنسوش تقولي لي ايه رأيكم وتعملوا لي لايك وسبسكرايب. اشوفكم في وصفة جديدة. ما تنسوش تقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. باي باي.